السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في فيديو جديد. مبروك عواشركم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير، وحنا في أجواء ديال عيد الأضحى المبارك. اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير القديد كما كنعرفوا أولا اللحم المجفف. الطريقة المغربية، المغاربة كلهم كيديروا في هذا عيد الأضحى باللحم ديال الخروف. كيختلفوا الطرق ولكن النتيجة وحده. تبعوا معي الفيديو الاخر وغادي تشوفوا. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اذا بسم الله، هنا غادي نحتاجوا اللحم ديال الخروف مقطع شرائح بحال هكا. عندي هنا تقريبا واحد تكون 4 كيلو تقريبا، مقطعه بهذه الطريقه هذه طويله. ضروري القديد خصو يكون رقيق وطويل، ما خصوش تبقاو هذوك الشرائح غلاط باش ينكرم مزيان وباش ينشف لينا. بالنسبه للعطريه اللي غنحتاجو، عندي هنا باكيه الملحه، عندي فصوص ديال الثوم، واحد 10 الفصوص. هذا قزبر قزبر يابس. بالنسبه للعطريه عندي رقوم البلدي، عندي التحميره، البزار، كمون، شويه ديال السودانيه اختياريه. اذا هنا كما شفتوا عندنا اللحم، غناخذ واحد البانيو بيض، بانيو كبير واسع اللي نقدروا نخلطوا فيه مزيان. غادي نبداو بالقزبر حبوب مطحون. القزبر هو اللي كنكثر فيه بزاف، هو الملحه، هو اللي كيعطي واحد المذاق زوين لهذا الجديد هذا. فهنا درت تقريبا واحد 6 ديال المعالق كبار، هو اللي كنكثروا على العطريه الاخرى. وهنا غادي ندير باكيه الملحه تقريبا كلها، غنخلي غير واحد شويه كنزيدو حتى الاخر. بالنسبه للعطريه هنا الكمون، بزار، تحميره، والخرقوم البلدي درت معلقه كبيره من الحاجه. بالنسبه لهذيك السودانيه درت نصف ملعقه، اللي بغاها اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. هنا درت زيت زيتون، ضروري كنديروا الزيت. وكندوزو لهاد المرحله هذه ديال كنخلطو مزيان. هاد المرحله مهمه بزاف، كنبقاو نخلطو، كنبقاو كنفركو في هذيك العطريه وديك الملحه كي خصها تدخل لينا مزيان في هذاك اللحم. مهمه جدا هذه القضيه هذه، حيت الا ما هذاك اللحم ولا هذوك الشرائح الا ما دخلتش فيهم الملحه مزيان والعطريه وما خلطناهمش بهذه الطريقه، فممكن يبقاو شي بلايص ما واصلينهمش، يعني ما غاديش يجي داك الجديد زوين، ولا ما غيصدقش، ولا دوك البلايص يقدروا لا ما وصلتهمش الملحه ولا العطريه يخنازوا لينا ولا شي حاجه. لهذا فهاد القضيه ديال التخلاط مهمه بزاف. انا غادي نبقى بحال كنمعكو مزيان، كنخلط وكنعاود. مهم هنا نخدمو بيدينا ونخدمو في شي اناء كبير كما درت انا هاد البانيو. هنا في الاخر ملي خلطت مزيان زدت واحد شويه ديال الملحه بقات ليا، زدت حتى الاخير. كنعاود كنعزز بها هذيك الملحه الاولى. صافي، وكنعاود ثاني نخلط كنحرك مزيان. هنا ملي كتدخل فيه هذيك العطريه مزيان وكيشربها مزيان، كيجي القديد رائع، كيجي لذيذ. كاين اللي كيكتفي غير بالملحه وبالقزبر، ما كيديرش العطريه، ولكن هو بالعطريه وبالثومه. عفوا انا الثومه نسيت ما قلتها لكم، الثومه حكيتها مزيان بحال طحنتها في هذيك ديال ودرتها معاهم. حتى الثومه حتى هي كتعطيه واحد المذاق رائع، كيجي زوين وكيبقى مده طويله، يعني كيبقى العام كامل، كيبقى زوين بزاف. هذه راه بنتي هازه الكديد باغا تشوفني واش خلطت مزيان ولا لا. صافي كما كتشوفوا بهذه الطريقه. هنا غنخليوه كنجمعوه كنخليه. ضروري انا كنبيتو نهار ليله كامله، يعني هذه العشيه غادي يبات ليله كامله باش كيشرب هذيك العطريه وديك الملحه، بحال كنخمروه، يعني كيخمر هذاك القديد. عاد نقدروا نشروه، يعني ما يمكنش تخلطوه ديك الساعه وتنشروه. وضروري هاد العمليه هذه غنغطيوه بواحد المنديل بحال هكا وكنبيتوه ليله كامله حتى الغدي. كنلقاو ديك الملحه تلقات الماء، تلقات كلشي، ديك العطريه شدات فيه مزيان. ديالنا من بعد ما دازت ليله كامله ها هو ترقد مزيان، عطى الريحه، ريحه القزبر، ريحه
الثومة والعطرية كتعطي فيه واحد الريحة رائعة. دابا غادي نسقطرو من داك الماء اللي كيهبط منه لتحت ديال الملحة وغادي نشرو. بالنسبة للنشير ضروري كما كتشوفوا ما نزاحموش، نخليو شويه الفراغات باش ينشف لينا مزيان. وهنا كما كتشوفوا يلاه نهار واحد اللي ضل في الشمس، وشوف كيفاش ولا دغيا نشف. غنخليه في الشمس، انا كنخليه تقريبا سيمانه اسبوع كامل. كل مره خصو يتشمش مزيان وكنقلبو لا تكون شي بلاصه ما واصلهاش الشمس. في العشيه مع قبل من المغرب كنغطيوه، ضروري نغطيوه باش ما يطيحش عليه الندى. حنا بلادنا راه فيها الشمس الحمد لله. وما كنجمعوه حتى كيدوز تقريبا واحد الاسبوع ديال التشماش حتى كنحسو بانه كرم مزيان. كنقلبوه كيولي ناشف كارم بحال مقرمل، كتحسو به انه صافي نشف يعني وجد. نجمعوه في شي حاجه. النهار الاول كنجمعوه في واحد الصينيه كبيره ولا واحد البانيو. بحال كنخليه داك النهار غير يرجع شويه في بعضياتو، ومن بعد كنديروه في بلاستيكات. ممكن تحتفظوا به شي بلاصه في الكوزينه، في شي بلاكار بعيد على الضوء، بعيد على الرطوبه، كيبقى مزيان عام كامل ما كيطرى ليه والو. عفوا. ولا ممكن بعض المرات انا كنخليه غير شويه في الكوزينه، ومن بعد هذوك بلاستيكات كنخشيه في الثلاجه. تقدروا تخشيوه في هذاك البانيو ديال الخضره، يبقى لكم عام ما كيطرى ليه والو، كيبقى نفس الشكل نفس اللون نفس المذاق. بطبيعه الحال ملي كنبغيو نستعملوه كنرطبوه قبل، ضروري يرطب قبل باش داك الجهد الملحه ما يكونش في هذيك الوصفه اللي غادي ديروه. وراه كيجي رائع في الكسكسو مغربي، كيجي رائع في القطاني. فايت ليا درت معكم العدس بالقديد، كيجي اكثر من رائع. بالنسبه للقديد اللي درت العام اللي فات، بقى عندي تبقى 10 ايام العيد الكبير هذا اللي يلاه داز. بقى كيما بحال يلاه مصايب يعني. كانت الطريقه راها ناجحه مجربه 100%. واحد الاشاره اخرى بغيت نقولها لكم، انا ما كنديرش القديد في الفريكو، كاين اللي كيديروا في المجمد. انا ما كتعجبنيش، ما كيعجبنيش قديد نديرو في الفريكو، لان كنحس ان داك الجهد ديالو ما كيبقاش. كما قلت لكم اما تخليوه في شي بلاكار بعيد على الضوء على الرطوبه، اولا ديروه في الثلاجه. في هذاك البانيو ديال الخضره كيبقى اكثر من رائع. واخيرا كنتمنى ان هذه الطريقه ديالي تعجبكم. كنتمنى ان كل ما كنقدم لكم يفيدكم ولو شويه. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينين، بالبارطاج، لي لايك. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.